14 غشت 1844 غتوقع واحد المعركة بين الجيش المغربي والجيش الفرنسي في الحدود ما بين الجزائر والمغرب. هذه المعركة هذه غادي ينتصر فيها الجيش الفرنسي وغادي تخلي وراها نتائج مكفسة على الدولة المغربية. تمت هذه المعركة بمعركة إسلي. شنو وقع في هذه المعركة؟ هذا الشيء اللي غتشوفوا معنا في هذا الفيديو. ولكن قبل ما نبداو لايك، شي كومونتير زوين وتشارك معنا في القناة ودوز عندنا الانستغرام اللي هو هذا. ما نطولش عليكم نبداو. يوم 14 يونيو 1830 احتلت فرنسا الجزائر اللي كانت تابعة في ذاك الوقت للدولة العثمانية، وكان حاكمها دي حسين اللي استسلم بكل سهولة للقوات الفرنسية وعمل معهم اتفاقية سلام وسلم لهم مدينة الجزائر مقابل انهم يأمنوه يرحل لمصر مع فرقة صغيرة من الجنود الانكشاريين ديالو. ورغم ان الجزائر بقات بلا سلطة سياسية، بانت بزاف ديال الثورات شعبية ومقاومة رفضت لهذا الاحتلال الفرنسي. ومن اشهر قادة الجهاد اللي بانت في ذاك الوقت في الجزائر هو الامير عبد القادر اللي كان متواجد في غرب الجزائر واللي خاض عدة عمليات ضد الاحتلال الفرنسي. ظهور قوة المقاومة في الضبط مع الحدود المغربية ما كانتش صدفة. هنا المغرب لعب دور كبير في هذه المقاومة اللي كان كيدعمها معنويا وماديا وكيعطيهم حتى السلاح والعتاد والخيول والخيم الى اخره. وبالحكم ان المغرب كان كيمتلك مصانع سلاح في ذاك الوقت في عدة مدن بحال فاس ومكناس وتطوان ومراكش وتارودانت، وهنا هذه المساعدة اللي كان كيقدمها المغرب للمقاومة الجزائرية جعلت من أهل المنطقة أنهم يقدموا البيعة للسلطان المغربي عبد الرحمن بن هاشم. وطبعا هذا الشيء برزت فرنسا والجنرال ديالها، وبدات فرنسا كترسل السفراء ديالها والدبلوماسيين كيطلبوا المغرب أنه يوقف الدعم ديالو المقاومة الجزائرية التي كانت بقيادة الأمير عبد القادر. لكن المغرب رفض أنه يتخلى على خوته المسلمين رغم التهديدات ديال فرنسا. فلهذا فرنسا ركزت على كل النشاطات العسكرية ديالها في هذه المناطق اللي هي وجدة، وشنات حملة كبيرة ضد المقاومة. وفي إحدى المعارك قدرت فرنسا تنتصر على الأمير عبد القادر، وهنا قرر ينسحب ويهرب للمغرب. تحت الضربات، تحت القمع، تحت حرب الإبادة، تحت سياسة الأرض المحروقة التي مارستها سلطات الاحتلال الفرنسي، في الحقيقة نرى بأن هذا الأمر هو الذي جعل في الحقيقة الكثير من القبائل يعني تبتعد تحت الضغوطات عن مساندة الأمير عبد القادر. طبعا المغرب احتضنته وطالبات فرنسا من المغرب انها تسلم لهم الامير مولاي عبد القادر، ولا ما بغاوش غادي يهجموا عليها وغيدخلوا في صراعات مع فرنسا. وفي الاخير بدات الحرب معهم، وخا التهديدات كامله رفضت المغرب تسلمهم الامير عبد القادر وينهي الدعم للمقاومه الجزائريه. وهنا قررت فرنسا بالدخول في حرب مع المغرب بشن هجوم على مدينه وجده واحتلالها والقصف اهم الموانئ المغرب من بينها ميناء طنجة وتطوان وأصيلة وصويرة وأكادير. هنا المغرب ما استسلمش وجرد ديال المغرب ورسل جيش بقيادة محمد بن سلطان بن عبد الرحمن، وكان الجيش أغلبية ديالهم من الخيالة والمتطوعين، وكان معهم حتى كتيبة من الجزائريين بجانب الجيش المغربي. وقرروا مواجهة الجيش الفرنسي اللي ما كانوش عارفين طريقة القتال ديالو والخطط العسكرية ديالهم والأسلحة اللي كانت عندهم في ديك الوقيته. وهنا من قرب الجيش المغربي لمدينه وجده خدا الجيش الفرنسي موقع استراتيجي حصين فوق التله وخدا موقع دفاع. وكانت خطه المغاربه انهم يرسلوا كتيبه من الفرسان ياخذوا هجمات عده، لكن اللي ما كانش في خبار الجيش المغربي ان طرق القتال تغيرات والاسلحه تطورات، واوروبا شهدت ثوره صناعيه في الاسلحه بسبب الحروب اللي كانت في اوروبا. والمغرب كان مدة كثيرة ما شاركش في الحروبات وما عندوش معلومات على نوعية الحروب اللي وصلات في ديك الوقيته. كان عندهم سلاح، ما كانش عندهم سلاح مطور، كان عندهم سلاح عادي، خيول وأسلحة عادية بنادق إلى آخره. وهما في ديك الوقيته كان عندهم سلاح مطور على اللي كان عندنا. واخا هكاك الجيش المغربي دار بزاف ديال المحاولات باش يفوز بالمعركة، ولكن انهزم دغيا وبان الضعف ديال الجيش ديالنا. وفهنا فرنسا لقات الفرصة باش تفرض شروط قاسية على المغرب، وبزات عليهم انهم يقبلوا الشروط. وهدت المغرب بالهجوم على مدينة فاس عاصمة السلطنة المغربية في ديك الوقت في حالة ما قبلوش داك الشروط.
القاسيه. والشروط كانت هي ان المغرب خاصو يوقف الدعم ديالو للمقاومه الجزائريه وترجع الحدود بين المغرب والجزائر بحال قبل، ويرفض المغرب البيعه والجلاله الجزائريين، ويعترف المغرب باحقيه فرنسا على الجزائر. ايضا تقطعت اراضي كبيره في شرق المغرب لصالح فرنسا، وتفرضت المغرب غرامات ماليه ضخمه انهكت الخزينه المغربيه في ذاك الوقت، وتفرضت عليه ايضا قوانين في الجمارك والتجاره لصالح اوروبا. المهم هذه المعركة كانت كارثية بكل المقاييس على المغرب، لدرجة أن المغرب من بعدها عانى بزاف، ووقعوا أزمات داخلية كثيرة اللي تسببت في ظهور عصر السيبة، لدرجة أن المغرب ما بقاش قادر يسير أو ينشر الأمان. وهنا فرنسا عرضت على المغرب الحماية وتكلف بنشر الأمان وتسيير البلاد، وطبعا هذا الشيء بشروط مقابل فرنسا تستغل بعض الثروات والموارد ديال المغرب. كل هذه المعاناة اللي عانى بسببها المغرب هو انه ساعد خوته الجزائريين. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك كومنتير تفعلوا معنا في القناه. نصلكم ديما الجديد. كان معكم ايوب، تهلاو.